السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السلسلة اللي خدمت معكم ديال المشماش، دابا غادي نصاوبوا المشماش مجفف. داك المشماش اللي بقى ليا اللي اختاريت منه مشماش بس صوبت الكونفيتير وصوبت به مركز وصوبت به العصير ديال المشماش. بقى ليا هذا اللي ما بقاش، بقى عيان شويه، ماشي تلهاها، ما غاديش حتى هو نضيعوه، غادي نجففوه. كنغسلوه مزيان على هذه الطريقه هذه، وكنحيدوا ليه العلفه، ما كنحلوش كله، كنحلو غير واحد شويه حتى تنحيدو العلفه وكنحطوه. ولا كان مشماش زوين وصحيح تبارك الله، ما من الاحسن حتى هو راه تيجي زوين، غير هذا ما غاديش حتى هو نضيعوه، ما غاديش نرميوه، لانه ماشي كله هو زعما ماشي حتى هو كله طايب بزاف، غير شي حاجه قليله. حيت اختاريت منه داكشي باش صوبت الكونفيتير صافي. كنبقى عليه هكا، كنحيد العلفه على هذا الشكل هذا. غادي نكمل باذن الله. دابا نقيت المشماش ديالي كله، هو حيدت ليه هذيك العلفه من الوسط، درت هنا واحد الحامضه بحكوكه مع العصير ديالها، درتها في الماء، واحد شويه ديال الماء، غنديرو يغلى، غير يغلى وغنوضع فيه هذا المشماش. غنوضعو تقريبا واحد، حيت عندي المشماش طيب بزاف، غندير واحد 30 ثانيه تقريبا حتى 25 ثانيه، وغادي نحيدو من الماء، ما غاديش نخليه. الا كان عندكم المشماش باقي خضر وقابض راسو، كتخليوه تقريبا واحد 50 ثانيه حتى 60 ثانيه، دقيقه، حتى كيشد راسو شويه في داك الماء، وكتحيدوه، ما كتخليوش بزاف يطيب. الماء ديالنا غلا البنات على هذا الشكل هذا. غادي نضيف ليه دابا المشماش، غادي نضيف هذا المشماش كله، هو قلنا غادي نخليوه 30 ثانيه حتى 40 ثانيه وغادي نحيدوه صافي. دابا غادي نحيدو هذا المشماش ديالنا من الماء، لانه الطريقه هذه بحال غير كتعقموه، بحال كنقبطوه كنعقموه، كنحيدوه. غنديرو في واحد الشبكه سقطر عاد باش نستفو في واحد الطاوه، غندير فيها واحد الزيف وغادي نطلقوه باذن الله. دابا المشماش ديالنا تقطر، درت واحد الزيف في هذه الطاوه هذه وفرشتو وانا نستفو عليه على هذا الشكل هذا. دابا غادي نخليه ينشف. بغيت تحطوه في الشمس حطوه، ولكن من الاحسن تنشفوه في الظل، ولا وقت ما سخنتوه الفران تبداو تدخلوه من وراء الخبز. ملي تحيدوا الخبز من الفران بداو دخلوا الطاوه للفران، راه غادي يكرم لكم فيها. المهم كل واحد ينشفو كيف بغى. انا غادي نحط الطاوه ديالي غير في الكوزينه وغادي نخليها حتى ينشف ليا هذا المشماش هذا.